اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. كل شهر وانتم طيبين يا رب. ربنا يجعله شهر الخير والسعاده والرزق على بيوتنا جميعا يا رب العالمين. الشهر ده بقى انا قلت اما اقول لكم كده ايه، احنا جبنا اللحمه وظبطناها، واقول لكم كده القطعيه دي احنا جبت قد ايه وقد ايه ممكن ان انت تمشي البيت. يعني على قد ايدك هتمشي البيت ان شاء الله. مش هناخد وجبات كتيرة. اللي كان الأول بيجيب بالأربعة وبالخمسة كيلو دلوقتي طبعا بيمشي بيته على قد الإيد. فدول الحمد لله والشكر لله 2 كيلو لحمة. فأنا هقطعهم كده وهظبطهم معاكم، وهقول لكم كده ايه انت ممكن تعملي بيهم، والوجبات اللي هنعملها ان شاء الله هتكون قد ايه وبإذن الله. بس بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه لكم. وعايزه اقولك ان القناه فيها وصفات كتيره حلوه وسهله وسريعه، ووصفات على قد الايد ان شاء الله. لما تشوفي القناه لاول مره ادخلي فيها كده واعملي لك جوله في القناه، باذن الله هتعجبك وتنور رضاكم ان شاء الله. نبدأ بقى ونسمي ونقول عملنا ايه. بصوا بقى، انا الحتت اللي انا بقطعها دي ناس كتير هتقولي هي دي سمينة يا معاطف. بالنسبة لولادي والله بتبقى سمينة لو اللحمة مش حمرا كده زي ما انتوا شايفين، ما بيرضوش ياكلوها. بس انا عامة بحب السمين جدا، وجوزي كمان بيحب ايه دي ما اسمها السمين يا جماعة، دي بتبقى ملبسة بس مهما اقنعهم برضو ما يرضوش ياكلوها. فانا بعمل ايه؟ باخد القطعية كده، الحتت الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، وبركنها على جنب. هقول لكم انا هعمل بيها ايه. وتقطيعة اللحمة زي ما انتوا شايفين، في ناس بتحب اللحمة تكون كبيرة وناس بتحب اللحمة وسط، على حسب ما بتحبي اعملي. انا طبعا هنا جايبة الاطباق دي بتبقى نظيفة وبتبقى حلوة معاكي كده ومعقمة وكويسة. بخلي فيها الحاجة كده وبشيلها في الفريزر او في الديب فريزر عندي، بتنفع وبتبقى حلوة قوي. طيب احنا بقى هتشوفي، هتعملي مثلا لو هتعملي 5 اطباق، هتعملي مثلا طبق فتة، تعملي طبق بالبصل كده والفلفل الالوان والفلفل الاخضر والطماطم، وجنبيها شوية رز وملوخية، وبتبقى غدوة معاكي بتبقى جميلة. وبتعملي مثلا هتطبخي بسلة، هتطبخي فاصوليا، انت طبعا هتظبطي نفسك وهتشوفي الدنيا عندك فيها ايه. طبعا انا هنا قطعت كمية وبقية الكمية التانية انا لسه بحاول اشيل ايه، اشيلها. السمين ده زي ما قلتلكوا انا هخليه على جنب علشان خاطر انا بفرمه. هعمله بقى معاكوا كفتة، اعمله حواوشي زي ما يكون. الحواوشي بيحب اللحمة اللي هي ملبسة شوية زي ما انت شايفين. بصوا والله لو انا بحطها في الاكل فيها القطعة السمينة دي ما يرضوش، مع ان احنا والله العظيم اي حاجة كنا بناكلها ونقول الحمد لله والشكر لله. والله انا برضو معاكم عملت الاكل من غير كان لحمة وكان جميل وكانت الدنيا معانا تمام. بس انا بحب اجيب المشتريات بتاعتي، وطبعا لازم تجيب لهم لقمة تغذيهم بيها، والدنيا معاكي ان شاء الله تبقى مظبوطة. ندعي دايما ودايما يا جماعة الاستغفار والتسابيح، ربنا يرخص الحاجة، يرخص قوت المسلمين بإذن الله تعالى. طيب احنا هنا يا جماعة مش أول ما تجيبي مثلا من المصروف تجيبي اللحمة بتاعتك تقومي عاملاها كلها مرة واحدة أو ورا بعض، لا، لازم تنسقي. بصوا أنا هنا بوريكم الحتة اللي فيها السمين دي، أنا بقى إيه بلمها كلها، لمهم في طبق واحد. ولو انت ما عندكيش كبة ولا حاجة ممكن تنزليها للجزار هو يفرمها لك، وتفرمي عليها بصل كده وهتستفيدي بيها. يعني انا عايزه اقولك لو جبتي لحمه سمينه ولا حاجه، وطبعا ايه حاولي ان انت تظبطيها كده زي ما بقول، والتقطيعه زي ما انتوا بتحبوها. انا عندي برضو ولادي ما بيحبوش حته اللحمه الكبيره، ما بيرضوش ياكلوها. انا بقى هنا هجيب طبق هقطعه لحمه قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. طبعا القطع الصغيره دي عمري ما اكون هطبخها، القطع الصغيره دي هعملها ايه كباب حله كده لحمه ببصل، هتبقى جميله جدا. انا لما بحبها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، يعني حوالي من 6 7 قطع. هتقطعي منها صغير هتملي منها طبق ما شاء الله، عشان تعمليها لحمة ببصل معاكي. يعني مثلا هتعملي طبق فتة تطبخي على طبق، تعملي طبق بالبصل زي ما قلتلك. فكل شيء بينفع. وهنشوف برضو جبنا لسه ايه مع بعض، كملي معايا الفيديو ونشوف برضو عملنا ايه. اهم حاجة تقسيم الوجبات. انا دلوقتي مثلا عندي 5 اطباق من اللحمه
المكعبات، اللي هي القطع. فانا هنسقها، وهنسق ايه تاني معاها؟ انا جايبه برضو لحمه مفرومه. هقولك بصي هنا، انا بقولك ان الاطباق لازم انتي تنظميها. الطبق ده بقى اللي هو فيه مثلا سمين، هاخده وافرمه واعمله حواوشي. الاطباق التانية زي ما قلتلك، واحده اعملها ببصل، طبق تاني اعمله معايا فته، بيبقى حلو وسهل كده وسريع. الطبقين التانيين انا مثلا هطبخهم،